مصطفى شوبير يعتذر بشكل غير مباشر عن أخطائه في مباراة الأمس، ويؤكد أنها كانت البداية الأسوأ، مطالبا الجمهور بمواصلة الدعم. الأهلي ينتظر تحرك رابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بعد التجاوزات بحق زيزو وعائلته، وقدم شكوى رسمية. زيزو ووالده يكلفون المحامي أشرف عبد العزيز برفع دعوى قضائية ضد بعض جماهير الزمالك المتورطين في الخوض بالأعراض. الإعلامي محمد سعيد يطالب الرابطة بمعاقبة المسيئين من جماهير الزمالك بمنعهم من دخول الملاعب حتى نهاية الموسم، وتطبيق نفس العقوبة على أي جماهير أهلاوية تتجاوز، معتبرا الغرامة المالية غير رادعة. الأهلي ينفي طلب ريبيرو بقاء وسام أبو علي حتى يناير، مؤكدا قرب انتقاله لنادي كولومبوس كرو الأمريكي. جون إدوارد يجتمع بلاعبي الزمالك ويحثهم على مواصلة الانتصارات لاستغلال تعثر الأهلي وبيراميدز. حالة عدم رضا في الأهلي من تصريحات ريبيرو بعد مباراة مودرن سبورت، ومحمد يوسف ينقل تحفظ النادي. ريبيرو ينتقد لاعبيه بشدة بعد التعادل مع مودرن سبورت، خاصة الأخطاء في التمركز والخروج بالكرة، ويلوم أفشة ويستثني زيزو. تقارير: عماد النحاس حاول إقناع ريبيرو بالدفع بديانغ أساسياً، لكن الأخير رفض. محمد يوسف والشناوي يعقدان جلسة مصارحة مع اللاعبين بعد التعادل لوضع حد للتراخي. ريبيرو يدرس إعادة أفشة للدكة أمام فاركو بعد مستواه الضعيف. قناة الأهلي تنتقد حكم مباراة الزمالك والسيراميكا لتغاضيه عن طرد دونجا، وتنتقد حكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت لإضاعته الوقت. الإعلامي إبراهيم المنيسي يهاجم إعلام الزمالك بسبب شائعات عن رحيل الشناوي، مؤكدا التفاهم مع الجهاز الفني على إشراك شوبير. قناة الأهلي تنتقد سوء مظهر استاد القاهرة وغياب اللوحات الإعلانية وسوء أرضية الملعب. سينوميكا يخسر خدمات كريم الدبيس لشهر بسبب إصابة عضلية. بيراميدز يستعيد محمد حمدي ومحمد الشيبي أمام الإسماعيلي بعد الإيقاف.